السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الجدي بتاريخ 19/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجدي. على الصعيد العام الجدي حاسس انه عليه مسؤوليات كتيرة ومتراكمة، بس في نفس الوقت عنده قدرة كبيرة على التحكم في الأمور لو مشيت بهدوء وبنفس طويل. النهاردة محتاج ترتب أفكارك قبل ما ترتب خطواتك يا جدي، لأن أي قرار متسرع ممكن يزود الحمل بدل ما يخففه. في أحداث بسيطة هتحصل خلال اليوم لكنها هتلمس عندك نقطة حساسة يا جدي، وده هيخليك تعيد التفكير في التصرفات أو اختيارات قديمة. المهم إنك ما تحكمش نفسك بقسوة، اعتبر اللي فات كله خبرة وركز في اللي جاي. كمان الجد النهاردة عنده وعي عالي بكل اللي حواليه، بس العقل شغال زيادة عن اللزوم. حاول توازن بين التفكير والتنفيذ، لأن التفكير الكتير من غير حركة ممكن يستهلك طاقتك النفسية. حاول تبعد عن أي مواضيع سلبية أو ناس بتشدك للخلف. اليوم ده محتاج فيه تحافظ فيه على طاقتك، لأنك محتاج لحاجات أهم بكتير جاية في الطريق. رسالة اليوم بتقولك يا جدي إنك أقوى مما تتخيل، وكل ضغط بتمر بيه دلوقتي هو تجهيز لمرحلة استقرار أكبر، بس بشرط إنك تكمل بثبات وما تستسلمش للإرهاق الذهني. أما على الصعيد العملي مهنيا يا جدي النهاردة مطالب بالتركيز الشديد، لأن في تفاصيل صغيرة لو أخدت بالك منها هتفرق جدا في النتيجة النهائية، وإهمالها ممكن يضيع مجهود كبير عملته الفترة اللي فاتت. لو عندك شغل كتير يا جدي حاول تقسمه على مراحل، ما تحاولش تخلص كل حاجة مرة واحدة. التنظيم هو مفتاح نجاحك المهني النهارده. كمان في فرصة إن حد يلاحظ تعبك أو مجهودك يا جدي، بس بشرط إنك تفضل ثابت ومش بتشتكي كتير، شغلك هو اللي هيتكلم عنك. تجنب العصبية في مكان عملك، أي كلمة زيادة ممكن تعمل لك توتر ملهوش لازمة. خليك هادي وعملي، وده هيخليك كسبان على المدى القريب والبعيد. النجاح المهني النهارده مش في السرعة يا جدي، لكن في الدقة، وكل خطوة مدروسة هتقربك أكتر من مكانها أنت تستحقها فعلا. أما على الصعيد المالي ماليا الجدي محتاج يكون حذر جدا النهارده. أي قرار مالي لازم يتاخد بعد تفكير، لأن السرعة ممكن تعمل فجوة في الميزانية أنت مش محتاجها. كمان لو في مصاريف جاية حاول تسبقها بالتخطيط، حط كل حاجة قدامك، ده هيريح دماغك وهيخليك حاسس بالسيطرة. ممكن تفكر في مصدر دخل إضافي أو فكرة مشروع، النهاردة مناسب للتخطيط مش التنفيذ الفوري يا جدي. خلي الأفكار تنضج الأول، تجنب الإسراف حتى لو حاسس إنك محتاج تعوض نفسك. التعويض الحقيقي هيجي لما تحس بالأمان المالي مش بالشراء المؤقت. استقرارك المالي مرتبط بالتزامك وانضباطك يا جدي، وانت بطبيعتك شخص منظم، فاستغل ده وخلي قراراتك محسوبة خطوة بخطوة. أما على الصعيد العاطفي عاطفيا الجد النهاردة مش في مزاج لعب أو علاقات سطحية، انت محتاج عمق ووضوح، وأي علاقة مش بتديك أمان ممكن تحس إنها عبء مش إضافة. ولو في علاقة قائمة محتاج كلام هادي وصريح من غير اتهام أو ضغط، علشان التعبير عن اللي جواك النهاردة هيخفف توتر كبير. ولو انت عازب يا جدي ممكن تحس انك مش مستعد تدخل علاقة دلوقتي، وده طبيعي. ركز على نفسك الأول، لأن الاستقرار الداخلي هو اللي بيجذب العلاقة الصح. كمان اتجنب كتمان المشاعر زيادة عن اللزوم يا جدي، لأن الكتمان بيحول الإحساس لضغط. حاول تلاقي طريقة صحية للتعبير حتى لو بكلام بسيط. رسالة الحب ليك النهاردة يا جدي بتقولك إنك تستحق علاقة ثابتة وآمنة، مش علاقة متعبة، وكل اللي جاي هيكون أفضل لو كنت صادق مع نفسك. أما على الصعيد الصحي صحيا يا جدي ممكن تحس بإرهاق عام بسبب الضغط الذهني اللي عندك. حاول تفصل شوية عن التفكير، لأن العقل المرهق بيتعب الجسم كله. كمان النوم عنصر مهم جدا النهارده يا جدي، ما تسهرش زيادة وادي لجسمك حقه في الراحة،
لأن ده هيأثر على إنتاجك ومزاجك. اهتم بالأكل المنتظم، بلاش تهمل وجباتك لأن الإهمال هيظهر في صورة تعب أو هبوط طاقة. كمان أي حركة بسيطة حتى لو هتمشي هتفرق جدا في حالتك النفسية، حاول تدخل ده في يومك. ولو حاسس بتوتر، التنفس العميق أو الجلوس في مكان هادي شوية هيعيد توازنك. صحتك محتاجة منك اهتمام حقيقي. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا الجدي عنده قدرة كبيرة على التركيز، بس محتاج يبعد عن الضغط النفسي، لأن الضغط ممكن يخليك تحس إن الحمل أكبر من حقيقته. كمان لو عندك مذاكرة، قسم المذاكرة على فترات وما تضغطش نفسك بجدول قاسي. الالتزام البسيط المستمر هيجيب نتيجة أحسن. ابدأ بالحاجات اللي محتاجة تركيز أكتر وسيب السهل للنهاية، ده هيخليك تستغل طاقتك صح. ولو عندك امتحان أو تقييم قريب، ثق في اللي عملته ومتخليش القلق يضيع مجهودك. النجاح الدراسي ليك مرتبط بالصبر والتنظيم يا جدي، وانت من أكتر الأبراج اللي بتعرف تحقق ده. كمل بنفس النفس الطويل. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا جدي، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.